أهلا وسهلا بكم مع أبونا شمعون لدراسة اللغة الأشورية. شكرا أبونا أنك بتعلمنا اللغة الأشورية. هي لغة من لغات يعني حضارتنا ومن ثقافتنا، يعني منيح واحد يطلع عليها، ولو أنه مش هنتعلمها بهاي السرعة، لكن برضو واحد يكون عنده فكرة. أيوة. هو أفلاطون لما كان على كبره قاعد يتعلم الموسيقى، قالوا له بعمرك انت قاعد تتعلم موسيقى؟ بتقدم بالعمر. كان افضل يقولوا مات هو يتعلم مما يقولوا مات هو جاهل. صح. حلو. يعني احنا بنتعلم ويكون عندك فكره شو كيف لغه هذول جماعتنا واحبابنا الاشوريين. وهي اللغه يعني من لغه ثقافتنا. ابونا عدد يلا فرجينا شو بجعبتك. اوكي هسه فرجيك. طلعت؟ ايه طلعت ابونا. اوكي، فاذا سهل صار. اوكي، فاذا انا هون اوكي، قلنا نحن كنا هون في المجموعه الثانيه من المجموعات الاسماء والكلمات التي تجزم، يعني من طرق الجزم. قلنا هي وهالمجموعه هاي تشتمل على الكلمات التي يكون حرفها الأول له فتحة قصيرة أو كسرة قصيرة. جزمها يتم بتسكين هذا الحرف والحرف الثالث فيها أيضا يسكن ويعطى حركة كسرة قصيرة للحرف الثاني الذي هو في الأصل ساكن، ومع حذف الألف الختام دائما. المثال هو مثلا ملكة. شوف قلنا هذا الميم هي لها فتحة قصيرة، نقطة فوق نقطة تحت. بعدين اللام عليها سكون والكاف عليها فتحة طويلة والألف، فتصير إيش؟ تصير ملخ، تسكن هذه الأولى، والثانية تأخذ كسرة قصيرة، والثالثة أيضا تسكن والألف تحذف، تصير ملك. أو قلت لك طبعا حسب قواعد أخرى عندنا للتليين الكاف، لأن الكاف من الأحرف التي لها نسختين، ملينة أو قاسية، فتتلين يصير ملخ. المهم ملخ، بس تقدر تقول ملك. اوكي. وعندنا كلمة على فكرة أبونا الملوخية جت من هون، بلكي هي أكلة الملوك. أكلة الملوك يعني مشان شهيكم. عجيب، أنا ما أعرف الملوخية إيش إلى هسه، ما ماكل أنا ملوخية. طيبة جدا أبونا. شو هو حشيش؟ هو ما يعني هو خضار، يعني شو اسمه ايه، هو أوراق هي بيعملوها مع اللحمة. غريب. طيبة جدا. طيبة جدا، بس لازم تعرف تعملها ولا لا طبعا ما بتزبطش. يلا كمل أبونا. إن الكلمة الأخرى مثال جرمة. أيوة، جرمة ينطبق عليها نفس الخاصية، اللي هي الأولى فتحة قصيرة، الثانية ساكنة، والثالثة فتحة طويلة، فتصير جريم. أيوة. تسكن الأولى. أيوة. تكسر الثانية كسرة طويلة قصيرة، وتسكن الثالثة وتحذف الألف. جريم. ومعناه عظم. طب أبونا عندك فكرة من وين جت هاي الكلمة حتى تصير عظم؟ شو ليش بالعربي عظم وعندكم جريم؟ يعني هل هي جريم جاي من جذر خاص حتى تصير عظم؟ ما لي فكرة هسه الآن، ما أقدر أقول. على كل نكمل. يلا. جريم. رمشة. هاي صاحبتي. صاحبتي هون. اوكي، هاي صاحبتي طبق عليها نفس الخواص. هي الراء فتحة قصيرة، الثانية ميم ساكنة، والثالثة فتحة طويلة وأليف، فتصير رمش. رمشة يعني مساء المساءات. مساء الأمسيات. يعني ما هي أمسية المساءات؟ هي ليلة عيد الميلاد أظن، مش هيك؟ مش هيك؟ نعم. كيف؟ مساء المساءات هو ليلة عيد الميلاد ولا كيف؟ أيوة، ليلة عيد الميلاد وعيد الكبير. رمش. حلو جدا. وهنا برضو أبونا ما عرفت تشرح لي ليش عندنا مساء وعندكم رمش؟
هل العلاقة مع الرموش لا طبعا الرموش ما لها علاقة بالرمشة. رمشة هي صبرة ورمشة صباحا ومساء، ما أعرف كلمة هيك خلاص هيك هكذا هذا قال أجدادنا. أيوة أجدادنا، رمشة رميش. أيوة. عندنا على فكرة هالطريقة هذه، عندنا الأسبوع اللي الواقع بين عيد القيامة والأحد الجديد، نحن نسميه الأحد اللي بعد عيد القيامة. أيوة. هالأسبوع هذا يسمى أسبوع الأسابيع، شبة أسبوع الأسابيع، وكل أيامه صلاة عيد هي. عيد هو يعني مدة أسبوع، هو طقسيا دينيا هو عيد. كل أسبوع هذا إلى الأحد الجديد. شوف الفكرة، والأحد اللي بعده يسمى أحد جديد. ليش؟ لأنه هو الأحد الأول بعد الحدث العظيم قيامة المسيح، التي نحن نؤمن أن جدد الطبيعة، جدد الكون بقيامته. حلو. فيسمى الأحد الجديد، هو الأحد الأول بعد هالعملية التجديد، فهو أحد جديد هو. حلو. حلو. في كثير مثل هالتأملات وهالخواطر مع احنا ما عندنا الكاثوليك هيك. لا الكاثوليك ما عندهم، الغربيين ما عندهم، الشرقيين عندهم هالذهنية الروحانية خاصة المهم. واحنا كلنا مرة لازم نعمل حلقة عن الصيام عند الأشوريين. نعم. مرة نعمل حلقة هيك إن شاء الله. زمان، لأنه أنا ما عندي أي فكرة كيف بتصوموا كيف ما بتصوموا. إن شاء الله. أصوام كثيرة كانت، بس هسه طبعا أكثريتها يعني ألغيت، يعني هي باقية بس غير ممارسة، يعني مثل ما تقول شو يسموها الآيات اللي نوافل. والتي أوقف حكمها، ولكن نسخت. أيوة. يلا كمل لنا. الله بعين. والله بعين. نشوف إن شاء الله إذا صار فرصة. بردة كلمة أخرى، بردة. أيوة. يعني حالوب بردة. شو يعني حالوب؟ حالوب هذا اللي ينزل من السماء هيك قوي، هالمدور أبيض مثلج. برد. البرد. أيوة بردة. إحنا ما نقول حالوب أبد. عجيب، نحن بالعراق نسميه حالوب. غريب الأمر. أيوة. برد. مش برد. فتحة راء فتحة. أيوة. والتاء مربوطة. برد. الدال مفتوحة. أيوة برد. برد. أيوة. برد. ومن وين جبتوا الحلوب هذا؟ أنا فكرت حليب. حتى بالسرياني ما أعرف منين جاي هاي حلوب. أنا فكرت حلوب يعني شو اسمه مهلبية. نعم، لها قرابة بالحليب. حلب. أنا قلت خوش أكل هاي عندهم. خوش أكل. من الملوخية إلى الحلوب. بعدها هاي دساغة بعد الملوخية ذاك الحلب. يا نهار أبيض. لا. أيوة. بردة بريد. شو بالإنجليزي بريد؟ يعني بريد يعني خبز. خبز. أيوة. كلبة. كلب يعني كليب. كلبة تصير كليب. قطمة رماد. قطم. أيوة. بسمة بخور. بسمة. بسم. بسمة يعني. شوف الكلمة هذه لها علاقة، هي في علاقة مع بسيمة يعني طيب. يعني الطيوب هذا يسمى الطيوب بالعربي، يستعملون طيوب. مو ايوه ما اعرفش اسمع. بخوري. بسمة. بسم. الطيب احنا بنسميه الطيب جمع طيوب. لا عمري ما سمعت الجمع هاي. الطيب. ايوه. بسمة. بسم. كنشا. يعني البنت اللي اسمها بسمة يعني انتم تسموها هي بخور. هذيك بسمة يعني ابتسام. ايوه هاي العربية طبعا. بس ايوه عندنا بالاشوري اسم مرة بسمت. بسمت. يعني بخورة.
فخورة أيوة. كنشا جمع، الجمع جموع. كنشا كنشة مثل كنيسة. أيوة كنشا. هاي أصلها هو كنش أو المكنسي. كنش كانش كنشا يعني جمع، جمع يعني كوميونيتي. كنشا كنش جماعة أيوة. واعلم أن بعض من الكلمات المنتمية إلى هذه المجموعة تشذ عن هذه القاعدة. أبونا أنت شفت، أنت دائما تستعمل واعلم أن. مش ضروري تكتب واعلم إن. بعض الكلمات تكتبها هيك، لأنه واعلم أن يعني أنت كأنك تعمل إعلان ثوري. يعني واخذ بالك يعني ما يقول مصريين. أنا بعمل لي إعلانات ثورية علينا. واخذ بالك. سيم بالك، نحن نقول بالمصلاوي سيم بالك. قلت هذا شو كاتب لي واعلم؟ شو يعني؟ شو خبرية هاي؟ اعلم أيها القارئ الكريم. صيغة شوية يعني بعض الكلمات المنتمية، بعض الكلمات نفس الشيء. بعض الكلمات المنتمية هذه المجموعة تشذ عن هذه القاعدة إذ أن حرفها الثاني الساكن يأخذ حركة بتاخة أو فتحة قصيرة يعني بدلا من إزلامة قصير. ما قلنا نحن هي تصير تأخذ هذه الحرف الثاني تأخذ كسرة قصيرة. أيوة. هوني بعضها لا تشذ تأخذ فتحة قصيرة بدل كسرة. تأخذ أي فتحة قصيرة. أيوة. مثل ترعى باب، ترعى باب تصير ترع بدل ترع، كان لازم تكون ترع حسب القاعدة. أيوة. تصير ترع. أيوة. ترع رخمة، ترع يعني باب المراحم. ترع باب الرحمة. باب الرحمة. زونا أصلها زبنا، زونا الباء ملينة. تعرف في القرآن بيقول بابها ما بعرفش من ايه، فيها رحمة والجهة الثانية عذاب. شكل القرآن فيها هيك العبارة. بابها ترى أيوة باب رحمة، جهة رحمة وجهة عذاب. أيوة. أكل مشكلة. زونا. أيوة. زون يعني زمان. زون. زونا زون. أيوة. كرمة. أيوة. كرم العنب. كرم. 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 إذا كانت مجزومة. خقلة. خقل. حقل. مثل حقل. حقلة حقل. حقل. درغة درجة رتبة. درغ. درغة هي درجة أو رتبة. برضه هاي الكلمة استعملها لدرجة الحرارة. أيوة درجة شاخنوت. أيوة الشيخنوت. وأيضا درجة الكهنوتية، رتب الكهنوتية زي درغة. درغة عتناية، درغة كهناية. أيوة. جورة جتي هاي جورة. أيوة. أي رجل. جوار. أيوة. وأيضا شوف جوار بالقديم هو جذر الفعل تزوجه. جوارة. فالرجل يكون متزوج يعني، هي الرجولة تزوج يعني. أيوة. يقال أنه نحن طبعا تعرف أنت الكبار الكهنوت الرتب الكهنوتية ما يتزوجون. طبعا بالكاثوليك حتى الكهنة العاديين سواء ما يتزوجون. ففي فترة معينة لأنه كانت إمبراطورية الفارسية، فعند الفرس كان يقال أنه الرجل الما متزوج هو ينظر بعين شك ولا يعطوا ما يؤتمنوه على أي شيء. فلذلك صار في فترة معينة المجمع الكنسي عندنا أخذ قرار بأنه كلهم يتزوجون، فتزوجوا حتى البطريرك والبساقفة والكل جالدين يتزوجوا. بس بعدين صارت هجمة كبيرة من اليونان والرومان علينا.
ايوه. فقاموا بعدين صار اجتماع آخر من جديد، ألغوا هالقانون. ايوه. ابونا عند الروم رجل الدين يسموه خوري. ايوه. خوري. ومرته يسموه خوريه. خوري. سموه هيك. عارف انا مرات اقولها الخوريه يعني نستعملها هيك، بس نحن ما نستعمل بالاشوري، بالعربي يعني مراتك لا تحمل لقب خوريه. لا بس قسم من السريان ايوه يسموه الخوريه. كيف الخوريه يسالوني. شفت. شفت. ايوه خاصه الماردينليه، من ماردين اللي. ايوه هيك كنت أريد أقول شيء نكيت، خليه. المجموعة الثالثة عندنا هي التي يكون حرفها الثاني من حروف العلة. الحروف العلة هي ألف وياء. ألف ياء، ويكون ساكن، فجزمها يتم بقلب حركة الحرف الأول إلى زلامة طويل أي كسرة طويلة، مع ترك الحرف الثاني ساكنا الذي هو حرف علة، وتسكين الحرف الأخير الثالث مع حذف ألف الختام. يعني خيلة، قلنا خيل تصير خيل قوة. بيتا بيت. بيت. أيوة. شوف بيت. هي بيت من بيت. أيوة. أين عين. أين عين. ايوه. عين. قيس خشب. قيس. يمكن قيس سجدتي بالقرآن لو ما جاء. لا ديو ذئب. ديوة هو اسم العائلة تاعتي، سام الديب. ديوة يسموها بديوة، يسموه بالاشوري بديوة. بداويد بفلان آل الذئب يعني. بداويد هو الذئب. آل الذئب. لا بداويد يعني آل داوود أو الودود، ولكن أنت ذئب، ما أنت رقبك ذئب، فسويك بالديوة يعني آل الذئب. أيوة. وبالعبري زيف. شوف ديوة. ديوة شوف كيف. وسيما. أيوة. سيما يعني فضة. سيم صير. سيما غريب. سيما. أيوة فهمت. سيلفر. شوف بالإنجليزي سيلفر. المهم المجموعة الرابعة هي التي يكون الحرف الثالث فيها يود، بس حرف اليود هذه حرف الياء يعني. ففي هذه الحالة نحذف هذا الحرف ونسكن الحرف الأول، ونعطي حركة كسرة طويلة للحرف الثاني الساكن مع الاحتفاظ بالألف. فقط في الحالة من الجزم يحتفظ بالألف، الألف البركة تبقى. في كلها هي شرط أنه تحذف هذه، هنا تبقى. ليش؟ شوف خلية في الثانية مسكونة، والثالثة هي اليود من حرف العلة. يود. خلية يعني حلو. خلية. فتصير خليه. حلية. كريا قصير، تصير كري. كريا. مطيا واصل، تصير مطيه. شو يعني واصل؟ يعني وصل شيء إلى مطية، إلى هذا فلان واصل هو. يعني هل وصل والدك من هذه؟ نعم هو واصل. لأنه أنت عندكم المطي يعني الإحبار. مطي. أيوة صح. مطية. لا هذه لا، ما هي مطية يعني واصل. هاي صفة، لأنه صفة واصل عالي ناصي هي صفة من الصفات، هي أكثرها صفة هذه. بس أنا شفت قلت هذا مطي، ذكرني مطي. صحيح مطي أيضا يسموه مطي. يعني المطي هو الواصل هو صح. مطي. أيوة واصل. واصل. حلقات مسلية مع أبونا. بالفعل. نطلع على أمور جديدة تطلعون، وأيضا بطريقة شوية نتسلى.
ايه طريقة أكثر. مجبورين مو مجبورين. إيه. إيه. سريا سري نتن فاسد. ايوه ايوه سريع. ايوه. قرية. ايوه قري مقروء يعني، من هاي جت ايضا قريانة راح نجي عليها قريانة. ايوه 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 قريان قري أيوة. قري. أيوة. دريا مسكوب. دريا ايوه. دري يذري ايضا، يذري در دري. مذرة. دري. ايضا خليه يكتبها مدرة. ها ايه مذرة ايوه مضرة. مضرة ايوه. راء ويا بلا نقطة. ايوه مضرة. ايوه مضرة. حلو جدا. ايوه كلمة دري هاي جت كثير في القرآن. صح كثير كمل. صحيح. اتذكر ايه كمل. ايوه. فهنا تريا يعني مبلل. صفات هذه شوف كلها صفات او اسم فاعل او لان اسماء الافعال واسماء المفعول تعامل معامله الصفه ايضا حتى في العربي يعني. اكيد. رابعا الاسماء المتكونه من 5 احرف بمقطعين، الى سكان هاي كلها كانت مجموعه 4 احرف ومقطعين. هنا 5 احرف ومقطعين، تجزم بتسكين الحرف الثاني والحرف الرابع، ويعطى حركه فتحه قصيره للحرف الثالث مع حذف الف الختام كالعاده. الشيء اللي حتى نفهمها هي امثله هي توضح لنا. هيكله هذه قلنا التقاء الساكنين، تذكر اخذناها بالفصل الاول. هيكله، وما زال هذا ما طالما انه الساكن الثاني مو احدى حروف عملينهرة، كلمه عملينهرة يعني ما هي لا عين لا ميم لا نون هذه، فلذلك هي هيكله. شو نعمل العلامه؟ شو نحط لاجل لفت النظر؟ نحط هذه العلامه. لا عفوا، شوف وينها العلامه هذه، ندور عليها يا عربي، خليها ما اقدر لان عربي. ايوه هيكله. المهم شرطه افقيه فوق الحرف الثاني حتى فقط للفات النظر، مو هي يعني قاعده. هيكله يعني وتصير هيكل، وهيكل بالعربي هيكل مجزوم. جزم الهيكله هي هيكل. ايوه هيكل. مدنخة، شوف هاي علامة تحت لأنه هاي نون من إحدى حروف عملينهرة، هاي نون. مدنخة هنا هيكلة مقطع، شوف هون ينتهي، في حال هذه هون ينتهي المقطع. مدنخة يصير مدنخة يعني شرق أو مشرق، يصير مدنخ. مدنخ صفرة بدل مدنخة صفرة، يصير مدنخ صفرة يعني شروق الصبح. شروق الصباح. فأيضا عندنا كلمة مدبخة، شوف هذه حطيت الشرطة هوني، مد تنتهي هون المقطع، بخة مدبخة يعني مذبح، فتصير مذبح بالضبط عربي. شوف هي تجزم كلمة مذبحة، مذبح. اوكي. معروة يعني مغرب، غروب. معرو تصير معرو. معرو شمشة غروب الشمس. معرو شمسة. ايوه شمسة. ايوه. مغدلة وين تنتهي؟ دلا. مغدلة برج مجدل، وفي لبنان مجدل. ايوه هي سريانية. عندنا مجدل شمس، قال مدينة اسمها مجدل. شفت؟ مجدل عاورة مجدل ما اعرف ايش. اوكي. البرج. ايوه. مغدل تصير مغدلة مغدل، وانا برج. مقتشة
مقدس، بيت المقدس، مقدشة. مقدش تصير مقدش، بل يمكن أي. بالعبري مقدش، لا اي اظن هيك، ايوه هيك ايش تمام. مقدشة، مقدش، ايوه. مقدشة. قربيا، 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 قربي شمال، قربي أرعى شمال الأرض. قربي. لانه احنا غرب، هو الغرب يعني مو شمال. الغرب لا، القربية هو شمال، اه معروة هو الغرب. عجيب. اه هذه كلمة إلها بالتاريخ العربي. تيمنا، ايوه تيمنا، تيمن جنوب. ليش يمن تيمن، تيمن تيمن. لا تيمن يعني اتجه جنوبا. تيمن، تيمنا. تيمن، عمري ما سمعتها. تيمن، تيمنا، اه اه تيمن. تيمنا. خامسا، الأسماء المتكونة من 3 مقاطع أو أكثر، كلها عاد هاي الأخيرة هي، فكلها هاي السهلة هذه. الأسماء المتكونة من 3 مقاطع وأكثر، بغض النظر عن عدد حروفها، إن شاء الله تكون 10 حروف، تجزم بتسكين حرفها الأخير مع حذف ألف الختام. هاي سهلة، بس حرف الأخير سكنه وألف الختام تذو. نجي على فلاشة. فلاشة يعني محارب، فلاشة. يهود لا الفلاش، ما أعرف إذا هاي لها علاقة. لا أظن لا. هو على كل مش هندخل فيه. فلاشة، فلاش، هو مش عارفين شو أصلها أصلا. فلاش. فلاشة فلاشة. رخمانة، هذا رحمن. أيوة هي الفلاشة كانوا يسموه الغزاة. شفت، لهيك محارب. محاربين. لهيك فلسطين هجت من هون. يمكن آه، فلاشتاية، آه، فلاش، محاربين إيه. فلاشة، محاربين. غزاة يعني، لأنه ممكن، كل واحد مش بس راضي منه بقول له أنت غازي. ايوه. هيك هو أصلا. شوف، رخمانة أو رحمانة، هاي رحمن، قلنا رحمن، رحمن آه. تصير، شوف لما تجزم تصير عربي رحمن. أيوة. أيوة. رحمن، هي رحمن. الرحمن. أيوة رحمن. رحمن. إيه. إيه. كاتاوى. كتب لها الحاب المحب. إيه. المحب. رحمن أوكي رحمن. كاتاوى. أيوة كتاب. كاتاوى أيوة. يعني كاتب. أيوة كاتاو تصير كاتاو. كتاو. كاتاو أيوة. كتاو. هي طويلة، شوف، لأنه كل الطويلة أنا أكتبها بألف مادة، لأنه والقصير الفتحة القصيرة بالفتحة العربية. أيوة شو نعمل حتى نقرب اللفظ. معلومة. قلامة، قلامة، أيوة. قلامة. هي صابونة طبعا قلم هي من مأخوذة من اليوناني. العربي هذه أكيد. قلم هي مو من العربي يا أبونا، قلم هي من القلموس. قلامس أوكي، هي من لأنه اليوناني. بالقديم يسمى قنية. قنية. أيوة ما قنية تستعمل أيوة. قلامة، قنية. قلام، تصير قلام. أها. كابورا بالبي مو آه. بالبي. نسيت أكتبها بالإنجليزي. كابورا يعني كافر أو ناكر. كابورا. كابورا تصير كابور. أيوة أيوة. هذا اكو اسم واحد فنان هندي، كافور، مع ايش كابور. كابور أيوة أيوة كابور، أيوة. كابور. أديب. ايه. كابور. ايوه. أيوة باروقة، أيوة. باروقة، باروق، فاروق يعني مخلص. أيوة أيوة. باروقة، ليك باروق. الفرقان، كلمة الفرقان في فرقان، ايوه. القرآن. ايوه. ولو طبعا هناك معطيه غير معنى، ما اعرف معنى اخر، نحن شفنا بالقران انه أيه الفرقان منطيهم غير معنى، أيه لهم غير معنى. بس هو الباروقة من براق، بارق، أيه. باروقة يعني خلص يخلص، أو أنقذ ينقذ، منه منقذ أو مخلص. باروق. شامامة، أيوة شمام يعني شمام، ماكو هذا البطيخ الشمام، شو اسمه؟ أيوة 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 أيوه شمام، حتى اسم مرة نحن يسمون شامم. إحنا بنقول الشمام. شمم، نحن شمام. على كم مشكلة. إيه. أيه. تانورة. أيوة. تنور يعني تانور، تصير تنور مثل تنور. آه.
أيوه. قانونا يصير قانون عربي قانون. أيوه. ناموسة يصير ناموس يعني. أيوه. قاطول يعني قاتل. قاطولة من قاطل قاتل. أومانوتا، نجي على كلمات طويلة هسه. أومانوت يعني فن. من وين اجت هاي؟ فنان. من وين جت هاي أومانوتا صارت فن؟ تومن هل هي كلمة مركبة؟ لا، هي كلمة واحدة. طيب مش مشكلة. عندنا حتى ترتيلة أومانائي شمشيخة عن الفنان يسوع المسيح. أو المبدع يكون يعني مبدع. أيوة. باعوت يعني أيوة. هذا عندنا صوم الباعوت يعني صوم. أيوة صوت شو يسموه؟ أيوة صوت صوم يونس. صوم أيوة صوم نينوى. هو مثل صلوات الاستسقاء. ايوه استسقاء. هاي التساعيات يسموها الكاثوليك، عندهم التساعيات. ايوه تمام. تساعية سانتا تريزا، تساعية ما اعرف ايش. ايوه طلب. أيوة. باعوت. جباروتا ايوه. جبروت. في جباروت. ايوه. جبروت. طيبوت. أيوة. نعمة. سبيانوتا يعني سبيانوت يعني تقليد أو تقليد أو يعني شيء تساؤل. لما الملك الأب يقلد ابنه يعني شو يسموه، يسلسل أو يعطي صولجان. فيسلم أيضا تسليم. يسلم سبانوت. حتى يهوذا اللي سلم المسيح، يهوذا مسبيانا نسميه يعني المسلم. أمتانايوت تصير يعني حب الأمة. أمة هي أمتا. أمتانايوتا هو حب الأمة يعني. مو خوف الأمة، مو فوبيا، أمة فوبيا، وإنما حب الأمة. مش يسميه برو ناسيون أو ناسيوناليست. ناسيوناليزم. ناسيوناليزم. قديشوت تصير يعني قداسة. قديشانايوت يعني قديشانايوت يعني قدسية. قدسية. بيشوتا عكسها بيشوتا يعني بيشا وشرير، بشتا هو شر، بيشوتا هي الشرية يعني جوهر الشر يعني شو اسميه شلون معناه بالعربي، الشرانية أو شرية. كتب لنا شرانية ربما شرانية. ما بعرف شرية لأني عمري ما سمعت شرية. عمرك ما سمعت الكلمة ذا إلا إذا كنت بتألف. أيوة. شكرا أستاذ زكي. أيوة. شرانية. شرانية. أوكي. أيوة. عندنا كثير نستعمل أستاذ زكي، أستاذ سامي عفوا، نستعمل هالصيغة بيشوتا قديشوتا ناشوتا. فحتى في الغرابة إحدى أسباب عدم تفهم الغربيين وقتها لما صارت الجدالات اللاهوتية لما نحن كنا نقول عن المسيح، وهذه هي واحد من الإسبانيين اللاهوتيين هذه تنبه لها، هي هذه. نحن نستعمل مثلا شوف برناشوتا يعني ناسوت. ايوه. فنحن نستعملها كشو اسمه
ككتلة. يعني يقول اليوم مثلا رحت للسوق شفت إنسانية كثيرة أو ناسوت كثير، غزيلي برناشوتة رابة. يعني نستعمل الجوهر للكائن أيضا، الكائن والجوهر. أيوة. شلون؟ يعني اسنسيا وانس باللاتيني، نستعمل نتبادل بيناتها. هاي اللي ما صارت مشكلة بالنسبة لمن اللاهوتيين، لمن آبائنا أيضا تكلموا عن كيفية العلاقة والموقف اللاهوت والناسوت في شخص المسيح وغيره. وهاي صارت مشكلة. إحدى الأسباب كانت هذه، يقال بشوتا ناشوتا مدينايوتا مدنية، يعني المدنية بالالف لام المدنية. أيوة. مدينايوت. أيوة. ذخرانايوتا يعني ذكورية، الذكورية. أيوة. ذكورية. أيوة. انتهينا والحمد لله من هذه شو الفصل اللي هذه بعده؟ كانت جزم. اللي بعده شو يقول؟ اللي بعده راح يجي يا سيدي هو هذه الإضافة. نتوقف هون مش هيك؟ نعم. صار ساعتين. إذا بنربط الثلاثة مع سوا، هربط الأول والثاني، وهذا الإضافة. باقينا شيء قليل من خواص الاسم، نخلص الفصل كله عن الاسم. عفارم عليك. فنروح بعدين على الضمير. طيب أبونا، احنا شاكرين فضلك، تعلمنا شوي على الأقل، تعرفنا على الثقافة هاي، وبتمنى إنه المشاهدين يشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ويعطونا ملاحظاتهم عليها. ونلتقي إمتى أبونا؟ الخميس ولا الأربعاء الآن صرنا؟ الاثنين. الاثنين والخميس كلنا. نشوف بعدين إذا نريد أربعاء أو الخميس. لا خلينا حسب نشوف. أيوة هلا نقرر الاثنين. ما الاثنين إن شاء الله. أنا الاثنين عندي. حلو جدا. حلو جدا. إلى اللقاء. أبونا، ورم شبريخة. وسنة جديدة مباركة وهنيئة كل عام وانتم بخير أبونا، وسلم لي على الأحفاد والحفيدات، وهاي اللي غنت خاصة قبل لي إياها. وإن شاء الله كله بخير. إن شاء الله. عليك وعلى الجميع يا رب. المدام وعلى الجميع. تسلم. باي باي أبونا. باي.